السلام عليكم، ازيكم يا حبايب قلبي؟ اخباركم عاملين ايه؟ يا رب الكل يكون في افضل حال. النهارده هنتكلم في الحلقه دي عن اورام الغدد اللعابيه. احنا كنا اتكلمنا في حلقه سابقه عن حصوات الغدد اللعابيه وازاي نعالجها واعراضها واسبابها، وممكن تراجع صفحه بتاع ده، تراجع الحلقه دي على صفحتي على الفيس، صحه الفم والاسنان، او على قناه اليوتيوب الدكتور عبد الله منتصر. هنتكلم عن الأورام الغدد اللعابية. الغدد اللعابية الأورام دي عبارة عن خلايا غير طبيعية، خلايا عادي بتبتدي إن هي تورم، بتبتدي إن هو يحصل لها كبر في الحجم وكده، بتكون خلايا مش طبيعية في الغالب. طب إيه أسباب الأورام دي؟ أسباب الأورام ديت بتكون غير واضحة. في عندنا حاجات كده بنسميها في الطب أو في طب السنان على وجه الأخص، بنسميها unknown، غير معروفة السبب. بيكون لسه العلم ما قدرش يحدد هي ليه بتحصل، وهي اصلا كده كده نادره، ما بتحصلش كتير. وبرضو اورام الغدد اللعابيه في الغالب بتكون حميده مش خبيثه، الا احيانا جدا بس بتكون ايه طيب ايه اعراضها؟ اعراض اورام الغدد اللعابيه، بتلاقي في عندك كتله او ورم موجود كده عند الرقبه او عند الفكين في النواحي دي كده، يعني بتحس ان في ورم. بس لازم طبعا نفرقه عشان ما تكونش حاجه تاني، يكون مثلا التهاب عادي ليها حاجه معينه هقول لك عليها في اخر الفيديو. بيبقى في ورم هنا، بتحس في وغز كده، حاجه كده زي ما يكون بتنقح عليك كده، برضو في الجانب اللي هو الاماكن اللي احنا كنا وضحنا قبل كده، اماكن الغدد اللعابيه في الحلقه برضو. راجع حلقه الحصوات الغدد اللعابيه كنا قلناها تقريبا، يعني كنا قلناها بس اتاكدوا. كنت هقول ايه تاني؟ اللهم صل على النبي. وبعد كده بتحس في ضعف في العضلات جدا، هنا العضلات هنا بتحس فيها ضعف. فانت لو عندك حاجه من الاعراض دي، لازم احسن حاجه انك انت تزور دكتور السنان وتروح تكشف عنده في العياده، عشان يقول لك لو عايز تعمل اشعه عشان تتاكد منها او كده، عشان ما تخش في متاهات وقلقك يزيد. وهي معظمها اصلا بتظهر في الغدد النكفيه، هي الاورام بتاعه الغدد اللعابيه دي بتظهر في الغدد النكفيه. طب بتعالج ازاي يا دكتور؟ في الغالب بتستأصل جراحيا، طبيعي ورم كتله كبيره يبقى هنضطر ان احنا ندخل نستأصله بعمليه جراحيه، وبيتاخد معاها طبعا علاجات تانية. تمام، يا رب الفيديو يعجبكم ويفيدكم. فيديوهات ان شاء الله ما تكونش طويله، بس اهم حاجه يكون فيها افاده. واللي عايز اي حاجه في خصوص الغدد اللعابيه، في خصوص الحصوات الغدد اللعابيه، يبعت لي، عشان انا لاحظت ان في ناس كانت سالتني، كان اكتر من واحد، على حاجات على اليوتيوب، وان شاء الله ربنا يقدر ان انا ايه افيدكم.